اعمل ايه يا استاذ لو سايق عربيتي وداخل على كمين شرطة وفرد من افراد الشرطة او ضابط شرطة وقفني في الكمين وطلب مني الرخص بتاعة التسيير ورخصي الشخصية، وطلعتهم له وكانوا سلام او كانوا منتهين، واتفاجئت بعدها ان الضابط بيطلب مني ان هو يفتش العربية بتاعتي. ساعتها قول له يا باشا لحد هنا مالكش اي حق، سيادتك دورك دور اداري، تسألني فين الرخص أطلعها لك، لو في مخالفة الرخص بتاعتي منتهية حرر لي المخالفة دي واخد بعضي واتكل على الله بعد ما أدفع المخالفة أو أستلم الإيصال. أما إن سيادتك تفتش العربية فهو مش من حقك إلا لو كان في إذن نيابي مسبق، أو لو كنت مرتكب لمخالفة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور. طيب تعنت معايا وقال لي ان انا هفتش العربية بتاعتك بالقوة او انا هفتش العربية بتاعتك بالعافية، ساعتها طلع التليفون بتاعك واتصل بالنجدة وحرر محضر بالواقعة، وساعتها هتبقى انت حفظت نفسك وحفظت حقك في ان انت يتعمل لك اي قضية او يتلفق لك اي حاجة او ان يحصل لك مشكلة. شكرا.